السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم احلى مبكبكه هتاكليها بربع كيلو لحمه. هتعملي احلى مبكبكه ومفيش اسهل منها، وكلها في صينيه واحده او في حله واحده. هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا هنا معلقه من السمنه، او حسب ما بتحب بقى تحطي زيت او سمنه براحتك. يعني يستحسن ان انت تكوني عاملاها في صينيه زي ما انا عاملاها كده، علشان تبقى سهله معاكي في التقليب وما تتعجنش منك. معايا هنا بصله كبيره او بصلتين متوسطين، وببدا احمرهم يدبلوا. بس بحط لها معاها معلقه من السكر ورشه من الملح وحبه من الفلفل الاسود. تدبل كده وتتكرمل كده البصلايه كويس. بنزل عليها قرنين من الفلفل وفص ثوم واحد. وبعد كده بنزل باللحمه، يعني اللحمه تبدا تتشوح اكنك بتعصجي لحمه بالظبط. هنا حطيت بابريكا وشويه كركم وشويه كاري. بس وحطيت شويه شطه، يعني حسب ما انت تحبي الشطه ولا متحبهاش. انا حطيت شويه شطه صغيرين. بدات تتعصجت كويس ونزلت عليها بالمكرونه. احسن يعني احلى طعم ليها المكرونه اللي هي الصغيره بتاعه التحمير دي احلى طعم ليها. ممكن تعمليها باللي هي القواقع. المكرونه بدات تاخد تشويحه مع اللحمه، وبعد كده نزلت عليهم بنص شفشق من الطماطم، يعني حوالي ربع كيلو وشويه. وبعد بتسيبيها اول 3 دقايق تاخد غلوه على نار عاليه، وبعد كده بتبداي تهدي. كل لما تشرب الصوص بتاعها بتزودي لها مثلا نص كوبايه من الميه. بس وتخلي الصوص بتاعها خفيف مش اللي هو تقيل. بس هي كده استوت. انا بقى كل بتاخد بالظبط معاكي 7 دقايق على النار على حسب المكرونه اللي عندك. بس وصبيتها بقى في صينيه كبيره. هي حلاوتها تتاكل كده في صينيه كبيره كده مع بعض. وان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احلى مبكبكه. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشكركم جدا على المتابعه. السلام عليكم.